هدف غير قابل للقياس، غير قابل للاداره، ما تقدرش دير، ما تقدرش تخدم فيه. شي مره اوبجيكتيف، كاين اوبجيكتيف استراتيجيك، وكاين عاد لوبجيكتيف العادي، وعاد كاين لي زاكسيون. كاين تو دو ليست، هي تو دو ليست بارمي الحوايج ديال لي زوبجيكتيف ديال الاهداف التشغيليه اللي هي داخله في التخطيط، واللي هي داخله في التايم بلوكينغ. كتحط وحدات القياس ديالك، كدير تحط الاو كيو ار 1، او كيو ار 2، او كيو ار 3. نخطط اسبوعيا اولا نخطط شهريا، اولا غادي نخطط غير مره في العام، ولا غادي نخطط غير مره في حياتي. بزاف ديال الناس كيمشيو كتلقاهم موتيفي، كتلقى كيخلط ما بين الهدف، مثلا ما بين الهدف، ما بين الرؤيه، وما بين الرساله. تايمينغ هي التايمينغ ديالو، خصك تكون عارف. ما يمكنش تحط هدف وتخليه غير ماشي، سينو ما غاديش تحرك له، انت ما غاديش تحرك له، ما غاديش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشباب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا كتافونسيو في احلامكم في اهدافكم. الناس اللي غادي يشوفوني اول مره، انا حسن الوردي، بديت حياتي المهنيه من 2004، اشتغلت اكثر من 10 سنوات كموظف في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص. شغلت جميع المناصب في السلم الاداري من تكنيسيان حتى لديريكتور جينيرال. بديت حياه او لا مسيره رياده الاعمال بالضبط في السنغال، هذه اكثر من 10 سنوات. اسست العديد من الشركات، اشتغلنا في عده مجالات، منها اللوجيستيك، منها التليكوم، منها لونسونيومون ليفينيمونسيال، كذلك الكونسلتينغ. حتى 2021 ركزنا اكثر في خدمات التجاره الالكترونيه، وانا مؤسس منصه شيبسان. حاليا متواجدين في اكثر من 9 ديال الدول، كنشتغلوا في خدمات التجاره الالكترونيه، عندنا اكثر من 1300 موظف. وكذلك انا مؤسس منصه تعليميه ووركس، واكيد الناس اللي مهتمين باللي بودكاست غادي يكونوا ديجا تلاقاو او لا شافوا بودكاست من لي بودكاست اللي كنديروا في ووركس كوميونيتي، وحنا متخصصين اكثر في لي بودكاست بيزنس. وهذا الفيديو هذا مخصص، وكنظن انه مخصص لجميع الفئات العمريه، ولا الفئات او الرجال النساء، وكذلك سواء انه الواحد رائد اعمال او لا كذلك موظف او لا ربة بيت او لا طالب، لانه في كنتكلموا على التخطيط الاستراتيجي الشخصي، ومن بعد غادي نتكلموا على جمعنا التخطيط مع الاستراتيجي مع الشخصي. كنتكلموا اكثر على الشخص، يعني ما كنتكلموش على التخطيط على مستوى الشركات، ولكن كنتكلموا على مستوى الاشخاص. وهذا الشيء مهم الواحد انه يعرفه، لاننا كنظن ان كلنا متاكدين انها خاصنا ضروري تخطيط في حياتنا. وكيف ما كنقولوا اللي ما عندوش خطه فاكيد انه متواجد في خطه ديال شي حد اخر. وكذلك اي هدف بغينا نوصل له، ولا اي بلاصه فينا خاصنا نمشيو لها، خاص يكون عندنا خطه. واللي ما كيخططش في الغالب كيمشي في العشوائيه. تقدر اونتر بارونتيز كيقدر انه ينجح الا مشى في ديك الا ما كانش عنده خطه ومشى في ديك العشوائيه يقدر ينجح، ولكن في الغالب الامر انه ما غاديش يوصل للهدف ديالو. وكنقولوا كذلك انه il n'y a pas de vent favorable pour un bateau اللي ما عرفش لا ديستيناسيون ديالو. الا كان مثلا باطو جا الريح اغو جا الريح ادروات وهو ما عارفش اصلا فين راه ماشي، اوتوماتيكمون راه ما كاينش، ما يمكنش تقول راه هذه الخطه سليمه ولا هذه الخطه ماشي سليمه، لانه ما عارف لا ديستيناسيون ديالو. وكذلك الخطه مرتبطه كثيرا بشكل كبير مع الهدف. الا ما كانش عندك خطه باش توصل للهدف ديالك، فهذا هو الجواب الصريح واللي غادي نجاوبوا عليه في الجزء الاول ديال على واحد التساؤلات، او لا تكون عندنا واحد المقدمه علاش التخطيط، الاهميه ديال التخطيط. وكذلك غادي نعرفوا انه علاش بزاف ديال الناس انهم كيفشلوا باش انه يوصلوا في الهدف ديالهم، كيفشلوا انه كاين اللي ما كيخططش كاع. واش هذا التخطيط نشوف هذا التخطيط اللي كنهضروا عليه دابا واش مهم ماشي مهم، وعلاش الناس كيفشلوا في التخطيط، وعلاش الناس كاين بزاف الناس كيرفضوا كاع اصلا انهم يخططوا. وكاين الناس اللي كيمشيو كيبغي يخطط ولكن كيمشي بطريقه خاطئه اللي كتخليه اوتوماتيكمون ما عادش يوصل للهدف ديالو. وكما قلنا انه الهدف اشنو هو الهدف هو اني باش نوصل لواحد النقطه ا لواحد النقطه بي.
و لا بلانيفيكاسيون او لا التخطيط هو كيفاش اني غادي نوصل من هذه النقطه لهذه النقطه مع وجود منعرجات، مع وجود تحديات. دونك الخطه لازمه جدا. دونك في هذا لا فيديو هذه هي عباره على واحد الماستر كلاس مصغر، لاني ماشي ندخل بزاف في التقنيات ديال كيفاش اننا غادي نخطو، لانها موجوده تبارك الله سوق الانترنت. نقدروا نديروا بار لا سويت نديروا واحد الفيديو اكثر تفصيلي في لابارتي ديال انه كيفاش التخطيط، شنو هما انواع التخطيط. ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا عامه، غادي نهضروا على التخطيط الاستراتيجي الشخصي. هذا الماستر كلاس المصغره بانت من خلال المقدمه انه العنوان ديالها هو التخطيط الاستراتيجي الشخصي. وكما قلت انه من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا علاش جمعنا الاستراتيجي واشنو هي الاستراتيجيه وعلاش جمعناها مع لابارتي ديال الشخصي. لانه تو سامبلومون حنا كنا كنسمعوا التخطيط ديما كنسمعوا على البلانيفيكاسيون، كنسمعوا غير الشركات. ما بزاف ديال الناس ما عارفينش انه كتقدر انت تخطط استراتيجيكمون الحياه العمليه ديالك، الحياه العمليه ديالك، الحياه الشخصيه، الحياه العائليه، الحياه الصحيه كذلك، والحياه الروحانيه. وكما قلنا راه التخطيط شي حاجه اللي جد مهمه، وغادي نعرفوها في الجزء الاول اللي غادي نتكلموا فيه. غادي تكون مقدمه للتخطيط. هنا غادي نتعرفوا على التخطيط، اشنو هو التخطيط، ولاش كنستعملوا التخطيط، وفوقاش كنستعملوا التخطيط، وشنو هما انواع التخطيط. واش هذا التخطيط صالح لجميع الاهداف، وصالح لجميع المشاريع، سواء ما كنهضرش على المشاريع العمليه، ولكن مثلا عندي مشروع ديال المشروع عندي نهبط باغ اكزومبل الكرش. واش خاصني تخطيط، وشنو هو النوع ديال التخطيط اللي خاصني. وكذلك واحد القضيه مهمه جدا، وهي كنلقاو بزاف ديال الناس انهم خاصه دابا حنا في بدايه السنه، اليوم لو 2 جونفي 2026، كتلقى بزاف ديال الناس كيتكلموا على التخطيط، الاهداف، الفيجن بورد، وكيتنسوا واحد القضيه مهمه، هو البيلون. هو راه لا يمكن اني غادي نحدد، سينو غادي نولي نطيح في نفس المشكل، انه غادي نحدد اهداف وغادي نضرب فيفري مارس ما عادش نقدر نكملهم، ما نقدرش نوصل لهم. والعام الجاي عاوتاني غادي نتحمس، وغادي نمشي ندير عاوتاني، نمشي نقول عاوتاني غادي نخطط، وغادي نحط عاوتاني ونحطط الاهداف ديالي ونعاود ندير. علاش؟ لحقاش ما درتش واحد العمليه مهمه جدا اللي هو لو بيلون ديال العام اللي فات. العام اللي فات واش كان عندي اهداف؟ ما كانش عندي اهداف. شنو هما الاخطاء اللي درت باش غادي نقدر نتعلم؟ كيفاش اني غادي ناناليزي، كيفاش غادي نقرا مزيان هذيك الداتا ديالي. وهادشي كامل اللي كنقول لك راه ما صعيبش، راه جد ساهل. هو تو سامبلومون اني فين غادي نقسم انا حياتي، نقسمها 5 الاقسام: الصحيه، الروحانيه بليطو هي الاولى، الروحانيه، الصحيه، العائليه، العمليه، الشخصيه، وكاين تقسيمات وحده اخرى. وانايا اشنو هو بعد الهدف ديالي؟ شنو هو علاش انا غادي ندير انايا هذا التخطيط هذا باش نوصل لهذا الهدف؟ واش هذاك الهدف بعدا في سلم الاولويات ديالي ماذا يعني لي، او لا كنصدق غير كنمشي كنخربق، ما كنكونش عارف فراني ماشي اكزاكتومون. وبزاف ديال الناس انهم كيخطئوا في كيفاش غادي نحدد الاهداف وكيفاش معرفه الاهداف. لانه راه بزاف ديال الناس كيمشيو كتلقاهم موتيفي، كتلقى كيخلط ما بين الهدف، مثلا ما بين الرؤيه وما بين الرساله. دونك كتلقاه ماشي كيضرب صافي، ما كيبقاش يبان له، ولا ما كيديرش. بعدا غادي نهضروا على دي ماتريس ديال لي زوبجيكتيف. بحال دابا كنهضروا على ان اوبجيكتيف، كنقول له خاصو يكون واحد لوبجيكتيف يكون سمارت، يكون سبيسيفيك، يكون ميزورابل، يكون اتينيابل. بعد نتكلموا عليها في الجزء الثاني. دونك الجزء الاول هو هذا اللي غادي يكون فيه، غادي نجاوبوا على مجموعه ديال التساؤلات ديال اللي تابعه للتخطيط. الجزء الثاني غادي نتكلموا فيه على الاهداف.
وراني كيف ما قلت في الاول اني غادي نحاول ما امكن اني غادي ما غاديش ندخل بزاف، ما غاديش ندخل تقنيا بزاف، يعني لانه تو سامبلومون اني كون جاي ندخل كل جزء ماشي خاصو ماستر كلاس، كل جزء راه خاصو ماشي تدوره، راه خاصو مقرر بحال. دونك غادي نتكلموا على الاهداف، لانه تو سامبلومون في كنهضر انايا على التخطيط راه كنخطط باش نوصل لواحد الهدف. يعني ما يمكنش ندير انا كنقول التخطيط الاستراتيجي ولكن التخطيط لاش لاي هدف. وغادي نعرفوا من لا سويت اني راه كما قلت راه ضروري ما كنشوف حنا بعضياتنا كنكونوا كل واحد في الخطه ديال الناس واحد اخرين، ولكن وماشي عيب، ولكن اللي عيب هو انت ما تكونش عارف مخطط ديال، ما تكونش عارف انت فين ماشي. دونك غادي نحدوا الاهداف، غادي كما قلت غادي نشوفوا الاهداف كيفاش نختاروا الاهداف الذكيه، الاهداف على حسب الاولويات، كذلك الاهداف في كل مجال من مجالاتي الحياتيه. غادي نمشيو من ثم غادي نمشيو للجزء الثالث واللي هو انا بالنسبه لي مهم جدا، وهو نقدروا نسميوه نقدروا نقولوا ان دياغنوستيك. تشخيص او لا حتى التحليل، نقدروا نقولوا التحليل الشخصي. يعني في كنقولوا هنايا في كنقولوا ان دياغنوستيك نقدروا فيه مثلا كنقولوا خصنا دياغنوستيكو مثلا الشركه فين كاينه دابا اكزاكتومون، حيت الا بغينا نعرفوا التشخيص بشكل شعبوي ولا بشكل عادي، راه هو اني فين غادي نمشي وكيفاش غادي نمشي والموارد اللي غادي نخدمهم باش انا غادي نوصل لهذاك الهدف ديالي. دونك انايا هنايا في الدياغنوستيك خصنا نعرفوا اني باش نوصل انا لواحد الهدف ديالي خصني واحد الموارد. وفين كنهضروا على الشخص كشخص، يعني راه بزاف ديال الاحيان كنعتمدوا على موارد، هاد الموارد كيكونوا اكثر منها مهارات، يعني كيكونوا سوفت سكيلز او لا حتى هارد سكيلز. دونك انا في كندير هاد الدياغنوستيك للشخص ديالي، شنو انا عندي، شنو كنعرف ندير وشنو كنقدر نتعلم، ولا شنو غادي من بعد نقدر نسوتريتي ولا نقدر نتعلموا من جهه اخرى، باش نحاول ما امكن اني ما نمشيش، لاني حاولت ما امكن اني نحاول نبعد على الجانب ديال الكوربوريت، الجانب ديال البيزنس، ونركز اكثر حيت هذه سي بلوس ديفلوبمون بيرسونيل. دونك كما قلنا خصني ندير ان دياغنوستيك، علاش؟ باش نشوف انايا شنو هما الموارد اللي خاصني انا باش نوصل لهذاك الهدف ديالي. دونك من بعد الدياغنوستيك فين غادي نعرف انا شنو عندي وشنو اللي خاصني، حيت في كنقول انا شنو خاصني باش نوصل لهذاك الهدف ديالي. يعني فين انا غادي ندير هذاك التخطيط خصني كما قلت هذوك الموارد اللي هما جد مهمين. دونك انايا فين غادي نعرف دوك الموارد انا منين غادي نجيبهم، دونك اوتوماتيكمون غادي نحدد شنو اللي عندي وشنو اللي خاص نجيبه وكيفاش انني غادي نجيبه باش نقدر نوصل للهدف ديالي. من بعد فين كندير ان بون دياغنوستيك، كاين اللي كيدير دياغنوستيك كيديروا بالصوت، كاين حيت فين نهضروا على التخطيط تدخلوا دير التخطيط تلقاو بزاف ديال لي ماتريس كيهضروا على التخطيط من بينهم الصوت ديال نقاط القوه، نقاط الضعف والفرص ولا لي زوبورتونيتي اليمون والتحديات. دونك هنايا في كنديروا ان دياغنوستيك هنايا كيفاش نبدا، كيفاش نخطط داكوش، كيفاش نخطط تقنيا، كيفاش نبدا هاد التخطيط. وهاد التخطيط واش معقد بزاف، واش خصني ضروري نستعمل واحد التخطيط لاني على حسب التخطيط كي النوع ديال التخطيط او لا كيفاش كيدار المده الزمنيه ديالك كيعتمد بزاف على الهدف. لاني مثلا غادي نشوف لابارتي ديال الاهداف، انه الهدف فين يكون عندي كبير، مثلا فين غادي نحط هدف سنوي راه خصني ضروري نقسموا الاهداف صغيره باش نبقى ديما محافظ على لا موتيفاسيون ديالي. دونك هادوك الاهداف الصغيره خصهم حتى هما تخطيطات. عاوتاني واش غادي نخطط انايا، غادي نحط ديما نخطط اسبوعيا او لا نخطط شهريا او لا غادي نخطط غير مره في العام ولا غادي نخطط غير مره في حياتي. دونك غادي نشوفوا هاد الديتاي كامل نطرقوا له ان شاء الله كامل.
في النقطه الخامسه هو اني كنخطط، يعني هنايا المتابعه، يعني كيفاش اني نبقى محافظ خاصه على لا موتيفاسيون ديالي، ونكون ديما كونسيون بالاهميه ديال التخطيط باش اني غادي نوصل لهذاك الهدف ديالي اللي بغيتو. دونك ان شاء الله مشاهده ممتعه. نتلاقاو في الجزء الاول اللي هو مقدمه في التخطيط، واللي غادي نتعرفوا على التخطيط اكثر. اول جزء غادي نطرقوا له وهو مقدمه للتخطيط ولا مقدمه في التخطيط. اول حاجه خصنا نتعرفوا بعدا على اول سؤال خصنا نجاوب عليه، لا ما هو شنو هو التخطيط؟ ما هو التخطيط؟ شنو هو التخطيط تو سامبلومون؟ واحد الحوايج اللي فريمون سامبل، ماشي نكومبليكي عليكم القضيه. شوف، هو فين حنا دابا نديرها بالدارجه. اغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا مغاربه ولا جزائريين ولا تونسه، دونك فين كاين دابا حاليا؟ فين حنا دابا؟ فين كاينين دابا اكطويلمون؟ يعني هذه هي النقطه، فين حنا كاين. وهاد فين حنا دابا راه شي مره راه كتبان شيء بسيط جدا. راه ماشي بسيط، راه خاصك فريمون، راه هذا الجواب انا كيبان لي انه هذا من اهم الحوايج اللي خاصك تجاوب عليه بينك وبين راسك. وفين كاينين دابا اكطويلمون؟ حيت دابا بالنسبه لونتربريز تقدر تقول مثلا ليتا اكطويل او ليتا ديزيري انك فيها تمشي. بالنسبه لونتربريز شيء ساهل. علاش؟ لحقاش باين داكشي، باين في الارقام ديالها، الارقام ديال المارشي. ولكن بالنسبه لك نتايا في التخطيط الاستراتيجي الشخصي، باش تعرف راسك انت فين كاين دابا اكطويلمون، كتطلب واحد الخدمه كبيره، واحد الادراك عميق بك نتايا. يعني صعيب ان نسبيه العمليه فيها واحد النسبيه بزاف، لان فيها ادراك نتايا تا بيرسيبسيون فين نتايا دابا. حيت كنهضروا دابا نتايا اكطويل، ماشي مثلا فين دابا انت اكطويل في المساله الماديه. نقدر نقولوا مثلا انا دابا اكطويلمون سالاريي كنتخلص مثلا 5000 درهم ولا كنتخلص 7000 درهم، هذه لي تا اكطويل باسكو باينه. ولكن فين غادي نجي نقول فين انا دابا مثلا في تقديري لذاتي، خاصه في السوفت سكيلز، حيت الهارد سكيلز باينين. الهارد سكيلز بحال الامتحان. انا دابا فين كاين مثلا بارابور لا مثلا في لا بروغراماسيون، الا كنت انا بروغرامور، ولا مثلا في الديزاين، راها باينه. غادي نعطيك قدامك لابليكاسيون، غادي تدخل، غادي تشوف، غادي تبقى تقلب تك تك، غادي يبان التنقيط ديالك، غادي يبان. تقول لي مثلا انا عندي هدف اني خصني نتعلم مثلا التجاره الالكترونيه ولا نخدم التجاره الالكترونيه. خاصك واحد سكيلز مهمين، مثلا كيفاش انك تصاوب الويب سايت. فين انا دابا في هاد لابارتي سهله، غادي نعطيك الويب سايت وغادي نقول لك انت شنو كتعرف دير. فين تعطيني الويب سايت غادي ناناليزي، غادي نعرف. ولكن فين تعرف السوفت سكيلز ديالك باش تعرف عليهم، مهمين بزاف. وغادي نذكر واحد فينا دابا، هي لابارتي، هي الجزء الثاني، هو الدياغنوستيك، هو التحليل الشخصي، هو التحليل ديالي انايا كشخص، خاصه في لابارتي سوفت سكيلز ديالي. انايا اكطويلمون نقدروا نقولوا شنو كنسوا في المارشي، باسكو حنا عارفين ان كل موظف كما كان، ولا كل شاك بيرسون، كنقول شاك بيرسون راه هو شنو كيسوى، يعني في المعرفه ديالو، في المهارات ديالو. راه كما كيقول لك شحال ما عندك، شحال ما كتسوى، شحال ما عندك في المهارات، شحال ما راك كتسوى في المارشي. لا، كنحاولوا نهضروا على الاشخاص، باش ما نمشيوش في لابارتي بيزنس، نهضروا ديما على الجانب الشخصي. راه شحال ما عندك من المهارات، شحال ما كتسوى. كما قال الحزيمي الله يكثر خيره في ذاك الفيديو مشهور ديالو، كيقول لك كلما كثرت مهاراتك كثر احتياج الناس اليك، وكلما قلت مهاراتك كلما قلت وكلما كثرت مهاراتك كتزيد انت احتياجك للناس كيقل، على حيت المهارات ديالك اللي تحتاج فيها الناس راها. وهذه غادي نهضروا في لابارتي دياغنوستيك. غادي نشوفوا شي ماتريس باغمي لي ماتريس اللي غادي نخدموا عليها. دونك فين حنا دابا مهمه جدا، خاصك تجاوب عليها، حيت ماشي فين حنا دابا تجي تقول صافي. حيت فين حنا دابا فيها بزاف ديال الحوايج، فيها الجانب المادي،
فيها الجانب الصحي، حيت غادي نهضروا على نمشيو للجزء الثاني، غادي نهضروا في قضيه ديال الدياغنوستيك. اللي خصني نعرف مثلا الجانب الثالث، اسمحوا لي، الجانب الثالث باسكو الجانب الثاني نتكلموا على الاهداف. فين نتكلم على الجانب الثالث غادي نتكلم على فين انا مثلا ماشي بصحتي باغ اكزومبل، واش كنكمي، واش عندي باد تانكس كما كيقول لي كما كيقول لي رضا وفاتح. دونك كما كيقول لي ولادي، الناس اللي ما عارفينش رضا وفاتح هادو ولادي، يعني محمد علي ومحمد رضا ومحمد فاتح، الله يخليهم لي، الله يخليكم حتى نتوما الدراري اللي عندكم وليدات. دونك هادشي مهم. دونك غادي هاد فين حنا دابا غادي نزيدو في الجزء الثالث، غادي نطرقوا لها بزاف. هي فين حنا باغيين نمشيو، فين ماشيين هو الهدف تو سامبلومون. وحنا غادي نهضروا في الهدف، انه الهدف خصو ما يكونش واضح. اخطر حاجه هو الهدف فين ما يكونش واضح، واخطر حاجه هو فين ما يكونش الهدف يكون سمارت. غادي نشوفوا ديك الساعه حنايا شنو كتعني اكزاكتومون سمارت. دونك فين ماشيين، كما نقولوا فين ماشيين مهمه، فين ماشيين خاصها تكون واضحه. خاصني نعرف انا فين ماشي ايوا شنو غادي لاش غادي تخطط. بغيت نكون مثلا، بغيت نكون لاباس عليا، بون فين تكون لاباس عليا حتى هو هدف. غادي ندخلوا ديك في انواع الاهداف، غير واحد هدف لون تيرم ولكن ماشي واضح، ماشي سبيسيفيك. كما كيقول طارق السويدان، كيقول لك الا ما قدرش الحاجه تعبرها ما عادش تقدر توصل لها. دونك فين ماشيين. عاوتاني عندنا كيفاش غادي نمشيو، كيفاش غادي نمشيو. كيفاش، وهنايا هنا فين كتكون عندنا الخطه. هنايا مهمه هاد لابارتي، هو انه كيفاش اننا غادي نمشيو لهذا الهدف. مثلا عندنا كما قلت انا بغيت نتعلم مثلا التجاره الالكترونيه في افريقيا، كيفاش اني غادي ندير، اشنو خاصني. دونك كما قلت انا فين دابا وفين ماشيين، ما بين ليطا اكطويل مع ليطا ديزيري ديال هذيك ليطا اللي انا باغيها. دونك هذيك ليطا مثلا انا اللي باغيها، مثلا انا باغي نتعلم، باغي نبدا نخدم الاي كوميرس، خصني واحد المجموعه ديال المهارات زائد واحد المجموعه ديال راس المال باش اني غادي نبدا. وانايا ها شنو عندي دابا وها شنو خاصني، وكيفاش اني غادي، يعني كيفاش غادي نمشي، يعني كيفاش غادي واش خصني نقرا، خصني نتعلم، واش خصني ندير فورماسيون. اونتر بارونتيز لا اشجع على لي فورماسيون ديال لا اشجع لي فورماسيون ديال الاي كوميرس باسكو تبارك الله موجودين دابا اكطويلمون سوغ انترنيت كلشي فابور. دونك كيفاش غادي نمشيو. وكذلك عندنا عاوتاني واحد القضيه مهمه. دونك عندنا هنا الواحد، هنا الزوج، هنا الثلاثه، هنا الربعه. عندنا الموارد لان حنا عارفين انه لي ريسورس، انه انايا باش نمشي لواحد الهدف خصني واحد الموارد. راه حتى عندي خصني نهز الطوموبيله ولا نمشي، خصني واحد الموارد. مثلا غادي نمشي من هنا لمراكش، من نقطه ا في كازا لنقطه ب في مراكش، خصني واحد الموارد. نفترضوا اني قريب ما ناكل ما نشرب، ولكن راه خصني فلوس باش نقطع باغ اكزومبل تيكي، خصني باش نخلص ليسونس. دونك لا ميم شوز بالنسبه للاهداف، خاصني نعرف الموارد انا اللي خصني. مثلا انا باش نتعلم التجاره الالكترونيه في افريقيا، عندي الموارد اللي خاصني. كاين موارد ماديه وموارد غير ماديه. حتى مثلا المهارات ديالك اللي غادي تتعلمهم راه حتى هما موارد. واش انا عندي او غادي نتعلمهم بعدا، واش قادر اني نتعلمهم. مثلا خاصني واحد الموارد مثلا ديال سي با شي بروغراماسيون ديال بيتون باغ اكزومبل. انا ما عنديش الوقت وما عنديش الراس وشي با ماتيماتيسيان وبزاف د الامور. صافي اوتوماتيكمون كتقول هاد لابارتي هادي راه خاصاني، ولكن باش ما نعجزش راسي غادي نسوتريتيها، غادي نعطيها. دونك باش نسوتريتيها شنو غادي خصني؟ غادي خصني النيتورك، خصني واحد نعرفو يخدمها لي فابور، او لا خاصني نخلص عليها. دونك ها هي عاوتاني خصني نعرف عاوتاني الماده شحال هادي خصني. مثلا خصني المارج، مثلا نمشيو في التجاره الالكترونيه اللي كتبان لي بزاف ديال الناس باغيين يدخلوا لها وباغيين افونسيو فيها. دونك انايا بالنسبه للموارد اللي خاص مثلا الهدف ديال التجاره الالكترونيه هو انه خصني اكثر، خصني نتعلم اكثر، خصني بزاف خصني لي سوفت سكيلز خاصين سيرتانمون، ولكن لي هارد سكيل اللي خصني ما خصنيش بزاف. خصني نتعلم كيفاش ندير الويب سايت ديالي، خصني نتعلم كيفاش اني غادي ندبر على البرودوي اللي غادي نخدم عليه،
وهنايا الموارد الماديه خصني باش غادي نشريه، داكور، والسلام عليكم. يعني ما خصنيش يعني بزاف ديال الحوايج، ولكن خاصني نعرف انا هذوك الموارد. حيت ماشي مثلا انا داخل مثلا هنا في كنقولوا غادي نمشيو مثلا خدمت تجاره الكترونيه، اش من مجال اكزاكتوم. تقول لي مثلا انا بغيت نخدم مثلا في الصباط، كنقول لك شحال ديال الفلوس، كتقول لي 5000 درهم. ما يمكنش، غادي نقول لك صعيبه، حيت الا ما كانش عندك، حيت عندك لينيتي ديال الصباط ابارتير مثلا كنت تخدم شي حاجه في لا موين اليزي 150 درهم الوحده مثلا، وبغيتي واحد ستوك مينيموم ديال 100 ولا 200 بياسه، راه خاصك كوميم واحد شويه، خاصك واحد ابارتير دو 15000 درهم مثلا. ولكن مثلا تقول لي انايا بغيت نخدم غير الافيليت في الاول تنجمع الفلوس، غنقول لك هنايا تقدر تحتاج حتى 500 درهم مزيانه باش تطلق الاصل المره الاولى. مثلا الا كنتي باغ اكزومبل تخدم اونتر بارونتيز مثلا في شيبسين ماركت، كاين دي برودوي كيتعطاو 0 درهم، ماشي ديما بيان سور، ولكن كيكونوا كيلكو برودوي اللي كيكونوا بدولار $، نتايا ما مضطرش انك غادي تامبورتي وغادي تجيب. دونك حنايا هضرنا هنايا في موارد قليله، ولكن خاصك تعرفهم. علاش؟ باغ اكزومبل نتايا الموارد بغيت نتايا دير مثلا تعلم التجاره، عندك هدف ديال التجاره الالكترونيه، وتشتغل مثلا في المجال اللي كيديروا ابارتير من 500 درهم. من دابا انت فين تعرف الموارد ديالك، كتقدر تبدل التخطيط ديالك، يتبدل. تقول لا راه ما عنديش دابا الفلوس، راه نمشي داكشي اللي غادي نقضي عليه في الاول، وبار لا سويت نقدر ديك الساعه نمشي للهدف اللي من بعده، هو مثلا ندخل في مجال ديال السباط ولا ندخل في مجال الهاي تيكت. عندنا كذلك اللي مهمه بزاف هي المده الزمنيه. المده الزمنيه 4 هذه 5. عندنا المده الزمنيه مهمه جدا. علاش؟ لحقاش شتي الا ما كنتيش عارف نتايا امتى غادي تبدا وشحال خاصك ديال الوقت اكزاكتومون، ميم انت غادي ديموتيف، حيت خاصك تعرف شحال ديال الوقت. باغ اكزومبل غادي تقول او موان بعدا تحدد، غادي تقول الناس العاديين شحال خصهم مثلا باش غادي يتعلموا مثلا التجاره الالكترونيه ولا باش يبداو الخدمه في التجاره الالكترونيه. كتقول انه مثلا انا مثلا فين جيت تهضر معايا نقول لك شوف خصك واحد الشهر، ما بين 15 جور، شهر باش تتعلم شويه، شهر باش تبراتيكي، 3 شهور راك مريقل. دونك كتحط هذه المده الزمنيه في الحسبان. ما تجيش غادي تقول لا انا يا راه غادي ندخل وغادي صافي وغادي نبدا وكتلقى راسك من فيديو لفيديو. لا، خاصك تحدد حتى في المده الزمنيه في كدير في كتخطط وكتقسم الهدف ديالك. مثلا كتقول الى مثلا الناس اللي شاركوا معنا في هذاك التحدي باش يتعلموا التجاره الالكترونيه ايكوم تشالنج، بالمناسبه راه فري الناس اللي بغاو يتعلموا التجاره الالكترونيه راه موجود. مثلا غادي تقول انا خاصني نتعلم كيفاش ندير الكرياتيف، ما يمكنش تاخذ شهر شهرين وتخليها غير هكا تقول لا انا غادي نحدد الوقت ديالي، غادي نتعلم باش ندير الكرياتيف، ندير لي فيديو باش غادي نديرهم في فيسبوك، باش اني غادي نخلص باش ندير الادفيرتايزينغ، باش ندير الفيديو غادي نعطيه سيمانه خصني نتعلم. صافي سيمانه، تقول سيمانه غادي نخدم بها، نتعلم كيفاش نخدم بها متجر الكتروني. سيمانه غادي نتعلم فيها كيفاش ندير لي فيديو. سيمانه باش نتعلم الادفيرتايزينغ. وكتمشي كيكون داك الشيء محدد، كيكون داك الشيء ميزورابل، دغيا كتوصل. باش الا كنتي روطار في شي حاجه ومو كتكون كونسيون بلا راك روطار فيها و تو غاتراب باغ لا سويت. دونك هذا هضرنا هنايا على شنو هو التخطيط عامه. داكور، دابا غادي نتكلموا على انواع التخطيط. ثاني حاجه عندنا انواع التخطيط. انواع التخطيط كنتكلموا على انواع التخطيط. من التخطيط كيبقى تخطيط، داكور، كيبقاو الانواع ديالو غير على حساب المده. مثلا عندنا قصير المدى. قصير المدى هذه على حساب المده. الا جينا نقسموه على حساب المده الزمنيه، عندنا قصير المدى مثلا كدير تخطيط ديال الاسبوع. كيف ما قلنا مثلا انك عندك خصك تعلم مثلا الاشهارات، غادي تقول كل يومين انا غادي نتعلم مثلا تيك توك، نتعلم هنا نتعلم هنا، وزيد عليها راه في كتدخل عاوتاني كيفاش انك غادي تتعلم الموارد كيدخلوا عاوتاني لداخل، انك واش نتفرج لي فيديو، واش نتبع انفورماسيون،
دونك عندنا قصيره المدى، عندنا قصير المدى، عندنا متوسط المدى. متوسط المدى مثلا تقدر تقول مثلا انايا بغيت نتعلم مثلا اللغه الانجليزيه مثلا في 6 شهور مثلا، هذا كتسمى متوسط المدى. كتقول مثلا بعيد المدى، غادي تقول مثلا الا كنتي مثلا انت سالاري، تقول انايا غادي نبدل خدمتي مثلا من هنا عامين. تقول مثلا نبدل خدمتي من هنا عامين، فين بغيت نوصل؟ واش بغيت ما بغيت نترقى ماديا، ولا بغيت نترقى في البوست، باش انا غادي نعرف فين غادي نوصل ديك الساعه، فين نوصل ديك الساعه الاهداف. غادي ديك الساعه غادي نشوفوا انه مثلا شنو خصني مثلا باش نوصل لهذاك مثلا بغيت نترقى ماديا، مثلا كنتخلص دابا 5000 بنتخلص مثلا 10000 درهم. اييه اشنو هما الخدامين اللي كيخولوا الناس كيتخلصوا 10000 درهم؟ كاين هاد الخدمه وهاد الخدمه وهاد الخدمه وهاد الخدمه. اوكي، واش انايا شنو كيطلبوا؟ ما كنهضروا على الموارد، كيطلبوا ديبلوم. اوكي، هاد الدبلوم شنو؟ مثلا خاص ماستر. اوكي، خاص ماستر فاش؟ واش هذا الماستر نقدر نقرا؟ واش عادي شحال غادي خصني نحط ديال الفلوس مثلا باش نقراه؟ واش خاصو دي فورماسيون كونتينيو باش اني غادي نتعلم له؟ هذا الشيء مهم جدا جدا. هذا كنقولوا مثلا في الجانب المهني. حتى نمشيو حتى لانواع التخطيط. عندنا انواع التخطيط، عندنا المهني، عندنا الشخصي. يعني في كنقول الشخصي هو بلوس في لي سوفت سكيلز، ماشي حتى المهني راه حتى هو راه داخل، يعني زعما راه ديالي. كاين حيت كاين المهني مثلا، كاين مثلا يعني السالاري. في كنقول السالاري راه بارفو ما كنقدرش فقط السالاري، راه بارفو تكون انت رائد اعمال وانت سالاري في الشركه ديالك. يعني حتى التطور المهني ديالك انت كرائد اعمال في هذاك البوست ديالك حتى هو راه مهم جدا. عندنا كذلك عندنا كيما نقولوا التخطيط الجانب مثلا كما قلنا قبيله الصحي الروحاني. المهم كاين عاوتاني من بعد غادي نتكلموا عليه، هما اللي غادي نخدموا بدي ماتريس. عندنا غادي نشوف ديك الساعه بلي ماتريس اللي غادي نستعملوهم بدي ماتريس. مثلا عندنا الماتريس ديال ايزنهاور، عندنا بليزيور ماتريس اللي غادي نعطيو لهم، اللي غادي نطرقوا لهم ان شاء الله. دونك كما قلنا هذه هنايا تكلمنا على، قلنا مقدمه في التخطيط، قلنا على انواع التخطيط. كذلك واحد القضيه مهمه هنايا نقدروا نهضروا على الاهميه كذلك ديال التخطيط، واللي واخا كانه تكلمنا عليه مزيان ولكن نعاود اهميه التخطيط. خصنا باش نعرف واحد القضيه باش نطرقوا هذا المسمار هذا: لا نجاح بدون تخطيط. تو سامبلون. انا نقول لكم كان عندي واحد مثلا، انا نهضر لكم مثلا نمشي في هذه القضيه ديال التخطيط، مثلا ديال التخطيط طويل المدى. التخطيط طويل المدى مثلا انايا منين دخلت مثلا الخدمه ديالي في ليطا، قلت عطيت الراسي قلت قل من 10 سنين ديكسبيريونس خصني نبدل نمشي للبريفي كاريم. حيت ليطا راكم عارفين ليطا شمرات السلم الاداري باش ترقى فيه ولا كيكون شويه ثقيل. دونك انا حطيت هدف، قلت الهدف ديالي هو انني نمشي للسيكتور بريفي بيان سور بواحد سيرتان كونديسيون. كنت كنقول دابا انا فين نتنقل غادي نكون هنايا مثلا بديت ب 3000 درهم، كنقول اني فين نمشي للسيكتور بريفي انا خصني 6 شهور الاولى خصني نوصل اوتوماتيكمون ل 10000 درهم. زعما كان عندي هذا هو التارجت ديالي. بار لا سويت المهم وصلنا لبزاف الحمد لله بزاف ديال الحوايج، ولكن كنقول لكم انه كان عندي كنقول انايا من هنا قل من 10 سنين. دونك فين قلت انا قل من 10 سنين شنو درت؟ قلت دابا انايا باش نوصل لهذا الهدف اني نخدم في البريفي. علاش نخدم في البريفي؟ شنو خاصني يا اما ديبلوم دانجينيور او لا يكون عندي ان ماستر في شي حاجه باش نخدم باش نخدم اونجير، نخدم ان كادر. ديك الساعه ديك الوقيته ما كانش عندنا هذا الشيء ديال الاي كوميرس وهذا الشيء ديال الفريلانسينغ ولا ما كانش ديك الوقيته بزاف. دونك كنت اوتوماتيكمون كتخمم فقط يعني كيفاش انك تطور مهنيا. دونك مشيت فين حطيت انايا قلت ها هي الخطه العشريه ديالي. دونك وما كنتش كنفكر بار لا سويت شنو غادي ندير. كنقول انا بعدا اول حاجه نحط رجلي بعدا نخرج من ليطا نمشي للبريفي. دونك شنو خصني في هاد 10 سنين؟ خصني نطور اللغه الفرنسيه ديالي حيت كنت نول فيها،
وخاصه في لابارتي في الكتابه، في القرايه، في بزاف ديال الامور. دونك قلت نطور اللغه ديالي، قلت نطور اللغه، نطور لا كومونيكاسيون ديالي، خصني انا نطور راسي في الديفلوبمون بيرسونيل، كذلك لي هارد سكيلز، يعني خاصني دي ديبلوم. دونك مشيت في الجانب الشخصي، مشيت بقيت عطيها لي فورماسيون ديال الديفلوبمون بيرسونيل، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، وصلت شي 25. كذلك في الجانب ديال الهارد سكيلز مشيت، كان عندي باك بليس 2، درت باك بليس 2 واحد اخر، دخلت ليكول دانجينيوري، مشيت عاوتاني قريت في واحد ليكول، درت لا ليسونس باروج، درت ام جي او. من بعد ديك الساعه انايا ما كملتش ديك الساعه، ما درتش الماستر ديالي قبل ما نخرج، ولكن ان فوا درت لا ليسونس ديالي بلوس هذوك لي ديبلوم اللي درت، كنقول انا الان مؤهل انني نمشي ديك الساعه للقطاع الخاص. وكان داك الشيء كما قلت تخطيط، حيت انا التخطيط الاستراتيجي تعرفت عليه كنظن في 2007 اكزاكتومون في 2007 تعرفتوا في لابارتي ديال الديفلوبمون بيرسونيل، وعرفت انه حيت ديك الوقيته انا التخطيط بصفه عامه ما كنتش، حيت انايا مشيت من الباك اوتوماتيكمون توظفت، يعني حتى لي زيتود سوبيريور ديالي ما كنتش درتهم ديك الوقيته، باسكو خرجت للوظيفه العموميه ديريكتور. دونك انا التخطيط فين جيت كنقول تخطيط البلانيفيكاسيون شي حاجه. من بعد انايا اول ما تعرفت على التخطيط الشخصي في لابارتي ديفلوبمون بيرسونيل. دونك هي هذيك، دونك سي اون لونغ هيستوار، وداك الشيء علاش انا عزيز عليه كنهضر على هذا الشيء كيفاش وشنو هما غادي نوصلوا لابارتي ديال الاهداف، ما نحرقوش المراحل، نمشيو دابا كما قلنا الاهميه ديال التخطيط. لا نجاح بدون تخطيط. واحد القضيه نذكرها حتى هي مهمه، هي في البيلون، هي في لابارتي كما قلنا ضروري مهمه جدا. راه لا يمكن انه بزاف ديال الناس كيمشي كيقول لك ندير الفيجن بورد، نمشي ندير كيحط اهداف، هو ما شافش شنو دار بعد العام اللي فات. راه خاصك تبازا على شي حاجه، راه لا يمكن انك تمشي تقول صافي هادو هما، راه حتى في الشركه خاصك تعرف بعدا انت فين كاين، كما قلنا هضرنا عليها قبيلات، انه في ليطا اكطويل راه مهم لاناليز ديال ليطا اكطويل، خاصك تعرف اكزاكتومون فين كاين. دونك غادي نحاول عاد نطرقوا عاوتاني في البيلون في واحد الجزء واحد اخر، من كما قلت ما نحرقوش المراحل، طولنا بزاف في هذه المقدمه ديال التخطيط. نمشيو الان للجزء الثاني اللي هو الاهداف. الجزء الثاني من التخطيط الاستراتيجي الشخصي هو الهدف او الاهداف. احنا قلنا قبيلات انه اوتوماتيكمون هذا التخطيط، لاش التخطيط كيكون كيفاش اني غادي نوصل لواحد الهدف. دونك الهدف الاغلبيه ديالنا كيعرفوا الهدف، كيعرفوا شنو هما الاهداف، كيقول لك شنو هما الاهداف ديالك في الحياه. كانت اصعب سؤال كان كيطرح علينا، ولا صراحه انت حاليا نسولوك انت جاوبوني في لي كومونتير، شنو هو الهدف ديالك ولا الاهداف ديالك في هذا 2026؟ شنو هما الاهداف ديالك من هنا للاخر ديال جونفي؟ شنو هما الاهداف ديالك من هنا ل3 شهور؟ شنو هما الاهداف ديالك من هنا ل6 شهور؟ شتي الا ما جاوبتيش على 70% ديال هاد الاسئله هادو، عرف راه كاين مشكل في الاهداف. لان شوف، الا ما كانش انا عندي هدف في الحياه، راه ما كاين والو، ماشي في الحياه بدون اهداف، راه لا يمكن. دونك الاهداف تختلف، داكور. غادي نمشيو دابا اول حاجه غادي نحاولوا نقسموهم. عندي هدف شخصي ديالي انا مثلا، هدف شخصي. في قلت هدف شخصي مثلا انايا غادي مثلا انا غادي نتعلم اني نكظم الغضب ديالي، باسكو انايا انسان كنغضب بزاف. هدف شخصي. عندي هدف مالي هو اني من هنايا مثلا لاخر العام نكون جامع او نكون محقق مثلا 100,000 درهم، مثلا 100,000 درهم ولا 100,000 دولار، ولا كل واحد على حسب كما قلت فين كاين وفين ماشي. من بعد غادي نشوفوا الاهداف فين كنعبروهم بالمسطره ديال سمارت، راه مهمين جدا يكونوا اتينيابل، يعني يكونوا محققين. ما نحطش انا هدف حيت هنايا
كنختلفوا. عندنا الهدف وعندنا الحلم. شنو هو الاختلاف بيناتهم؟ الحلم هو مجرد رغبه، فقط رغبه. حيت شي مرات كنخلطوا عندي الهدف، كنخلطوا انا مع الرغبه، راني باغي نولي. ولكن لا، الهدف هو رغبه زائد تخطيط زائد تنفيذ زائد قياس زائد 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 زائد. وهذا هو هنا الاختلاف اللي كيدير الفرق في النجاح عند بزاف ديال الناس. انه كيقول لك الواحد كيقول لك الرغبه ديالي اني ما كيقول لك الهدف ديالي اني، ولكن واش حط له انت البلان ديالو؟ حيت هدف بدون بلان ماشي هدف، راه كيبقى حلم. باش نتفاهموا. دونك نمشيو عندنا كما قلنا، عندنا هدف شخصي، هدف مالي، هدف عائلي. مثلا نقول انني غادي نحاول ما امكن اني نقوي اواصري العائليه. مثلا نقول انايا مثلا انا مقصر مثلا في الجريمه، مثلا اعمامي مثلا ما كنشوفهمش، ولا خوالي ولادي. نحاول ما امكنني هذا العام نخدم على هذا الهدف اللي كما قلت هو راه هدف لون تيرم، ولكن نقدر انا نحققه باهداف صغيره. مثلا نقول انايا كل شهر او لا كل شهرين او نقول مره في العام مثلا خصني ضروري نمشي نشوفهم مثلا، او نعيط لهم مثلا كل شهر. داكور، هادو غادي نمشيو ديك الساعه. ما بغيتش نخربقكم، ولكن عندنا اهداف استراتيجيه. عندنا اهداف كتزيد حتى اهداف تكتيكيه، وعندنا اهداف تشغيليه. شوف راني قلت لكم راه كون نمشيو غير فقط نهضروا غير على الاهداف، ونهضروا فين انا وفين غادي نمشي وكيفاش غادي نمشي والموارد اللي غادي نحتاج ماديه والوقت اللي غادي نحتاج، راه ما غاديش نساليو. راه غير هذه راسها خاصها تكون ماستر كلاس. دونك كما قلت هنايا عندي هدف عائلي، عندي هدف روحاني. لاني انا هاد الاهداف هي اللي كتخليني اني نافونسي في الحياه. اللي ما عنديش شخص بدون اهداف كي افونسيش في الحياه، كي افونسي سولون اهداف ديال الناس واحد اخرين تو سامبلومون. دونك انايا وما بين بيان سور كل واحد كيدير يصنف، ولكن مثلا الهدف الروحاني مثلا نقول انا غادي نحاول ما يمكن نحافظ على صلاه الفجر مثلا. واخا انا فين نجيو نقولوا انه راه كنحطوا اهداف، ولكن راه ماشي ضروري كنحترموها كاملين. ولكن راه بير انك ما تحطش اهداف. راه انا كيجيني بحال هذاك اللي كيقول لك انا ما نصليش كيقول لك انا ما نصليش حيت كنصلي ونقطع. دونك راه اللهم بعدا نحط اهداف ونعرف انه كيفاش غادي نمشي له. كيما قلت نحط اهداف بصيغه علميه. كيما قلت عندي هدف روحاني، هدف مالي، هدف شخصي، هدف صحي كذلك. اهداف صحيه كاين اللي كيقول لك اخويا انا ما عنديش اهداف ماليه، انا راني بخير كيف ما انا دابا، ما بغيتش نافونسي ماليا، بخير كتخلص 5000 7000 20000 درهم خلاص بخير. ولكن عندي هدف صحي، عندي اهداف صحيه. بغيت مثلا نقص، مثلا دابا عندي مثلا 95 كيلو، بغيت نوصل ل 75 كيلو. بغيت نربي العضلات، بغيت نتعلم مثلا واحد المهاره التايكواندو، بغي يكون عندي مثلا الخضراء ولا الحمراء، ولا مثلا في التايكواندو ولا في الكاراتيه، ولا حتى هادو اهداف. ولكن كيفاش كيشتغلوا هاد الاهداف؟ كلشي كيشتغلوا بنفس الشيء، تنطبق عليهم نفس القواعد. دونك نمشيو باش ما نطولوش بزاف. كما قلت نكون نجيو نهضروا على القضيه هذه، راه فيها ميل ديال بزاف. ولكن اجي نمشيو الهدف اني فين غادي نحطو. ديما كنهضروا على السمارت جولز. سمارت شنو كتعني سمارت؟ لاننا فين نجي خصني ضروري فين نحط الهدف ديالي يكون يحترم قاعده سمارت. شنو هي سمارت؟ سمارت هي سبيسيفيك يعني واضح. انا خاص يكون هذا الهدف ديالي خاص يكون واضح بالنسبه لي. راه الا ما كانش واضح، مثلا انا بغيت
بغيت ندير لاباس، واه بغيت دير لاباس بشحال، كما كيقول طارق السويدان، الأهداف الغير قابلة للقياس غير قابلة بتاتا للإدارة. هذا راه مهم هذه بزاف. دونك كيما قلت لك سبيسيفيك، خاص يكون هدف واضح. أنا بغيت ندخل الويب، ماشي واضح شنو بغيت دير اكزاكتومون. انا بغيت نتعلم التجاره الالكترونيه، نمشي عاوتاني اوضح من ذلك. شنو بغيتي تخدم في التجاره الالكترونيه؟ بغيت تخدم سي او دي، بغيت تخدم دروب شيبينغ، اش من مارشي بغيت تخدم السوق الافريقي، السوق الافريقي جنوب الصحراء، ولا تخدم في المغرب، او لا تخدم في اوروبا، ولا تخدم في الخليج. مهم جدا انه يكون سبيسيفيك، الهدف ديالك يكون سبيسيفيك. مثلا انا بغيت نبدل خدمتي من هنايا عامين، سبيسيفيك. ثاني حاجه ميزورابل، كما قلت قياس، يكون قابل للقياس. هذا الهدف نكون عارف شحال بغيت ندير لاباس، بشحال. بغيت مثلا نحسن نحسن مثلا من المستوى ديالي في لا كومونيكاسيون، ميزورابل. شحال لاش من مستوى باغي تطلع. مهمه جدا، حيت ما كيكونش ميزورابل كتبقى غير ماشي على الله. ولكن لا، في كيكون عندك هدف بارقام او لا بمستوى، ولا كيكون بلو فاسيل انك غادي توصل له. كذلك هنايا انا جو بونس اتينيابل، لا ماشي اتينيابل، هي نورمالمون هنايا رياليزابل. هنايا الا متعلقه انه يكون، كاين اللي كيقول لك انه يكون هدف كبير، كاين اللي كيقول لك يكون هدف سامي، هدف ذو معنى. ليسونسيال انه خاصو يكون معنى عندك الهدف، ماشي اني شي حاجه نقول مثلا انا الهدف ديالي مثلا ما جاينيش حاجه في راسي، ولكن نقول انا واحد الهدف اللي ما عندوش معنى لي انا وما داخلش في لا بريوريتي ديالي. علاش؟ حيت انا نقول لك القضيه راه كاين القضيه مهمه، انه التشتت في الاهداف. ما كاينش بزاف د الاهداف، كاين واحد القضيه مهمه حتى هي انايا غادي نجبدها، هي منين جبدنا هنايا هي الاولويه في الاهداف. الاولويه في الاهداف، وباش نعرف انا الاولويه ديالي في الاهداف هو نطرح شنو هو الواي، شنو هو الدافع ديالي لهذا الهدف. شنو هو الدافع؟ والدافع في الغالب كيجاوب على الرساله ديالي. مثلا الرساله ديالي او حتى الرؤيه ديالي. مثلا انا الرؤيه ديالي اني نامباكتي بزاف ديال الناس ايجابيا، مثلا باش يبدلوا حياتهم الماديه. هذيك رؤيه. الوغ انا بالنسبه ديالي هذا الواي. الا مثلا انا مشيت مثلا بغيت حطيت واحد الهدف باش نتعلم واحد المهاره، مثلا اني كيفاش شي حاجه مثلا اللي متعلقه بيا انا مثلا كيفاش نربح الفلوس اللي انا، كيفاش نتعلم كيفاش مثلا نتعلم الميثود مثلا ديال البرودوي، مثلا برودوي ديجيتال، وكيفاش نتعلموا باش ندخلوا به الفلوس انايا بار اكزومبل. وما حطيتش معاه علاش بغيت ندير انا هاد الفلوس. باش ندير امباكت ونعاون الناس ونشري للناس باسيات، اني باش نزيد نتعلم ونزيد نعلم الناس، اني باش ندير امباكت. يعني ديما الرؤيه مهمه. في فين كتكونش عندك الفيجن. واخا شوف انا انت غير مطالب انك زعما يكون عندك شي رؤيه عظيمه، فقط تكون عندك الرؤيه، تكون عارف الرؤيه ديالك، الرساله ديالك في الحياه مهمه جدا باش تعرف. حيت داك الهدف ديالك، مثلا انا الاهداف مثلا اللي كنحطهم، راه الا عطيتني شي هدف مثلا مادي صرف، عارف بلا فقدتني ما عادش نتبع معاك تو سامبلو. وكيف تمشي لي فير لامباكت، نديرو شي حاجه كبيره، نديرو حاجه في لافريك، نبدلوا الحياه ديال الناس. نقدر هنايا الهدف يعلم في الواي، تابع الواي ديالي اوتوماتيك كيعطيني بليس دو موتيفاسيون. حيت هنايا حنا في القضيه ديال الرياليزابل، هنا فين نمشيو القضيه ديال الرياليزابل نعرفوا انه عنده علاقه كبيره بلا موتيفاسيون. لحقاش هنايا لا موتيفاسيون راه مهمه جدا، اني باش نكمل، حيت الموتيفاسيون هي اللي كتعطيني
داك ليسونس، داك الحاجه باش نبقى ديما انا نتحرك، ديك الانرجي باش ديما انا نتحرك باش نخدم على باش نوصل لهذاك الهدف ديالي اللي انا حاطه بكل بساطه. وفين ما كيكونش رياليزابل مثلا، الا ما كانش قابل للتحقيق، وهذه مهمه بزاف، حيت بزاف ديال الناس كيحطوا واحد الهدف وغير قابل للتحقيق، غير قابل للتحقيق، صافي نسى هذاك الهدف، ما غادي يديك فينا، تولي عاوتاني تضرب العام الجاي وما غادي دير والو. مثلا غادي تقول انايا مثلا تقول انايا الهدف ديالي، انا مثلا وصلت دابا 40 عام، وصلت مثلا 40 عام، انايا غادي نمشي غادي نقرا، نعاود نقرا الميديسين حيت باش نولي طبيب. نقول لك اصلا ماشي رياليزابل، لحقاش اصلا باش تدخل تقرا الميديسين، باش تدخل في الاول راه عند واحد مثلا ما خصكش دوز 24 سنه مثلا. تقدر تقول لي غادي ندير الميديسين باش اني نتعلم باش نتثقف اياه، ولكن باش تقول تحطها اني غادي ندير الميديسين باش دونك سي با رياليزابل، هادشي راه ماشي رياليزابل. عادي تقول لي مثلا انايا مثلا زرق في لي مات ولا، وتقول انايا غادي نمشي غادي نتعلم مثلا واحد اللغه برمجه صعيبه بزاف، غادي نقول لك انايا اوتوماتيكمون راه ما يمكنش، راه قريب ما يكونش رياليزابل. دوك غادي يكون موتيفاسيون. كذلك تايمينغ، هي التايمينغ ديالو خصك تكون عارف، ما يمكنش تحط هدف وتخليه غير ماشي، سينو ما غاديش تحرك له، انت ما غاديش تحرك له، ما غاديش تكونديسيونا باش انك غتبقى تحطو مثلا فين تفيق الصباح، سواء خدمتي لذاك الهدف ديالك ولا ما خدمتيش، انت بالنسبه لك لا يهم، حيت علاش؟ حيت ما حطش التايمينغ، ما عارفش انه تابعك التايمينغ، انك تابعك مثلا تقول انا من هنايا الراس العام الجاي مثلا، العام الجاي مثلا نكون مثلا معلم هذه المهاره هذه مثلا، اولا غادي نتعلم صافي غادي نتعلم التجاره الالكترونيه، ولا تقول غادي نبدا ندير مثلا $1000 في الشهر كايرادات في الاخر في التجاره الالكترونيه. تجي دابا مثلا تقول لي التجاره الالكترونيه، تقول لي انايا بغيت ندير $1,000,000 في 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، نقول لك انت دخلتي في الخانه ديال نو رياليزابل. علاش؟ وتقول لي راه كاينين ناس راهم داروها، نقول لك ناس داروها في واحد الوقيته سيرتان كونديسيون اللي الحاله الخاصه لا تلغي القاعده. حنا ديما كنمشيو، ديما خاصك فين كتجي تونسيني شي حاجه اونسيني القاعده، ما كتونسينيش الحاله الخاصه. داكور؟ كتقول دي فوالا ها القاعده. دونك كما قلنا هنا التايمينغ مهم جدا. وهنا حتى التايمينغ كيقول لك من الاحسن انه يكون عندك مثلا يكون عندك هدف كبير، حاول ما امكن انك تقسمه. هنا تقسيم الاهداف. احنا قلنا قبيله الهدف الاستراتيجي، حاول تقسموا الاهداف تكتيكيه واهداف تشغيليه. مثلا الاهداف، تقسيم الاهداف حتى هي مهمه جدا، تقسيم الهدف طويل المدى. عرفتي علاش؟ لحقاش يفو انت كتحط مثلا واحد الهدف ما يبان لك بعدا من هنا واحد 7 شهور ولا 8 شهور، يبقى يبان لك مثلا، يبقى يبان لك عاد لي زانديكاتور ديالو كيبداو يتحركوا شويه بشويه، راه اوتوماتيكمون. الا مثلا مثلا قلتي انايا الهدف ديالي هو نبدا ندخل $10,000 مثلا في السوق مثلا ديال لافريك، كتقول انايا مثلا هذه عطيها مثلا عام 12 شهر. انت الا ربطتي راسك بهاد العشراكه فين تبقى دير 2K و 3K و 4K، ما كتحسش بداك كتقول مازال ما وصلتش انا للعشراكه، دوك ما كتحسش داك ما كيتفرج داك الادرينالين ديال الانجاز. دوك كيقول لك باش تخلي حتى بسيشيكمون ديما قابض، حاول مره كتعطي راسك الادرينالين باش بالاهداف قصيره المدى. كتقول شوف انا هذا الهدف غادي نقسمه لاش 4 ديال الاهداف، 4 قسموا 4 ديال المراحل. الهدف الاول هو انكا في هاد التايمينغ مثلا ديال 3 شهور الاولى. هادشي كنقول لكم هادشي حقيقي. غادي تقول 3 موا الاولى غادي نبقى ندير انكا في الشهر، ياك عندك على $. غادي تقول انايا من بعد غادي نطلع ل $3K مثلا في 6 موا اللي موراه. غادي تقول انا غادي نطلع مثلا
تقدر تقول 10K مثلا في 12 شهر دولار. انا انت قسمتو الاهداف. علاش؟ باسكو اين فوا توصل هنايا البيك، البيك ديال كتحس عاوتاني. اما فين كتكون كيبان لك بعيد وما كيبانلكش، ما كي كتصعب على راسك، خصك واحد الطاقه رهيبه جدا. دونك انايا مثلا فين حطيت 10 سنين، 10 سنين راه بزاف، ولكن قسمتها كنقول ندير باك بليس 2، ندير باك بليس 3، وندير باك بليس 5. دونك هذا الشيء اللي خلاني اني ديما كنقول باك بليس 3 هو الهدف الاول، يلاه حيد عليا. مثلا عاوتاني في الديفلوبمون بيرسونيل خصني ندير لا بروغراماسيون لانغويستيك، اجي حيدها عليا. نتعلم لا كومونيكاسيون، حيدها عليا. حيد هذه، حيدها عليا. دونك هاد الاهداف كيخليوك شنو كيخليك ديما مرتبط ديما بالموتيفاسيون، وهذه مهمه جدا جدا جدا. دونك بلا ما نطول عليكم نمشيو لا تروازيام بارتي اللي هو دياغنوستيك الشخصي او لا التحليل الشخصي، او لا نعرف انا فين كاين اكطويلمون. وصلنا للمرحله الثالثه اللي هي التحليل الشخصي او لا دياغنوستيك. دونك فين كنهضر على التحليل الشخصي هنايا، علاش قلت التحليل الشخصي يعني ركزت على هاد لابارتي هذه باسكو سي واحد المرحله اللي مهمه جدا، حيت كما قلنا انه باش تنجح انت، حيت كلشي كنهضروا على التخطيط الاستراتيجي الشخصي، وإلا نجح التخطيط راه حنا كنجحوا باش نوصلوا للهدف ديالنا، وإلا وصلنا للهدف ديالنا راه حنا كنفرحوا وكنعيشوا احسن وكنافونسيو في حياتنا. دونك خاصني نعرف النقطه فين انا كاين، الوعي بدا هذيك النقطه فين انا كاين. دونك فين كنقول انايا فين انا كاين راه عميقه جدا. راه اول حاجه خصني نعرف بعدا الترتيب ديال اولوياتي، ترتيب الاولويات ديالي في الحياه. راه غير هذه حتى هي ماستر كلاس الراس هذه. دونك ترتيب الاولويات، نشوف بعدا الاولويات ديالي انا كيفاش مرتبين. واش عندي مثلا الى مثلا عندي مثلا التركيز في الخدمه ديالي مثلا في العمل دابا، واش هو اهم من اني نتفرج ماتش ديال الكره، يعني حاجه اللي ديفيرتيسمون، او لا اني مهم عندي اني نوض مثلا نصلي مثلا صلاه الفجر على الناس الله يسمح لنا كاملين. وقت هذه راه مهمه، هذه راه داخله في الاولويات. وهاد الاولويات خصنا نعرفوا انه الاولويات هما اللي سواء انهم كيزيدونا القدام سواء انهم كيردونا للور. دونك الاولويات خصك تعرف بعد الاولويات ديالك، حيت مثلا نجي نقول لك شوف الاولويات خصها تكون باينه، خصها تكون مرتبه ا بي سي دي. الا انت ما عرفتيش انت ترتيب الاولويات ديالك، انت الا ما كنتش انت واعي بهم، خصك توعى، خصك تدخل لواحد ليطا ديال الوعي ما بينك وما بين راسك انت، باش تعرف بعدا اشنو هما ترتيب الاولويات ديالك انت بعدا. هذه راه اهم حاجه باش تعرف ديك الساعه كيفاش ترتب اولوياتك بار لا سويت. مي لا كونسيونس خصك تكون واعي، الوعي الوعي بالحاضر. الوعي بالحاضر راه تقدر تبان لنا غير كلمه، عرفتي راه عميقه جدا. وحتى في التحليل الشخصي راك تقدر، راه كاين بزاف ديال كاين مثلا الا هضرنا على الصوت مثلا، الصوت هذه كيستعملوها بزاف. مثلا الصوت هي كتشوف نقاط القوه ديالك باش تحافظ عليها ولا تزيد تقويها، نقاط الضعف ديالك باش انك تخدم عليها باش ما تبقاش نقاط ضعف. كذلك الفرص اللي كاينه و التحديات، نقول التحديات لي مناص باش داكور. حتى التحديات هذو باش نحاول ما امكن اني نوجد راسي، حيت هنايا الا شفنا لاحظنا واحد القضيه هذه معروفه في الصوت، عندنا لي فورس اي لي فيبليس كل ما كيخصني انايا، و لي فور لي مناس و لي زوبورتونيتي كيكونوا خارجيين، يعني اللي على برا. يعني انا دابا فين كاين، اشنو هما لي زوبورتونيتي مثلا اللي كاينين. مثلا انا دابا كاين مثلا حاليا موظف في واحد البلاصه مثلا اللي فيها مثلا
مثلا كيجيو فيها بزاف عندي اكسل بزاف ديال لي زانفيستيسور مثلا مثلا قلت انا غادي ندير مثلا بروجي ديالي راه كاين بزاف ديال لي زانفيستيسور الا مثلا بغيت نبدل الخدمه ديالي مثلا البلاصه اللي انايا كاين فيها كاين بزاف ديال لي ريسورس هيومان وكاين بزاف ديال لي دي جي مثلا اللي كيجيو اللي باش يكون عندي انا اكسي ليهم هذه بارمي الحوايج. دونك عندنا كما قلنا لي موناس عندنا الفرص. ودابا كاين واحد القضيه في السوق انه شحال هذه كنا كنقولوا نقاط القوه ديالك باش تحافظ عليهم ونقاط الضعف ديالك باش انك تخدم عليهم. دابا كيقول لك حتى نقاط الضعف ديالك تقبلهم والوقت اللي غادي تضيعه باش انك تخدم على نقاط الضعف ديالك زيد نقاط القوه زيد حرد. المهم هادو تيارات وكيختلفوا على حساب كل واحد وعلى حساب خاصه لونتوراج اللي فيه، حيت لونتوراج هنايا مهم جدا، حيت لونتوراج كنقدروا شي مرات نتحكموا فيه مي بزاف الامور بزاف المرات ما نقدروش نتحكموا فيه. دونك كما قلنا عندنا ترتيب الاولويات مهم جدا. الوعي بالحاضر دابا اكطويل انايا بعدا اشنو عندي. حنا قلنا مثلا كاين صوت شوف راه كاينين بزاف، كاين بيرسوناليتي كانفا ولا شي حاجه بحال هو كيعطيك داكشي اللي عندك. انا بالنسبه ليا اللي يجتمعون فيه هو واحد القضيه مهمه، هو دابا انايا في الحاضر اشنو عندي، اشنو هما لي سوفت سكيلز ديالي، شنو هما لي هارد سكيلز ديالي. راه غير هادو راه لي سوفت سكيلز ولا هارد سيرتو لي سوفت سكيلز راه في بزاف المرونه ولا موتيفاسيون ولا كومونيكاسيون لا ريزيليونس بزاف ديال الامور ياك. الوغ هنا لي هارد سكيلز ديالي من نحطهم نعرفهم. راه كاين كيما نقولوا راه بزاف راه نقدروا مثلا غير في هاد لابارتي ديال السوفت سكيلز كيفاش نحلل انا لي سوفت سكيلز ديالي. انا كنظن انه احسن حاجه حيت كاينين شي مره كيعطيك مثلا واحد مثلا كيعطيك واحد الكونسيبت بسيكولوجيك كتجاوب عليه باش كتشوف شحال ديال لا ريزيليون شحال الاخر. مي انا كنقول نيشان واش انت ريزيليون ولا ماشي ريزيليون انت حيت باسكو فين كتجاوب كتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. دونك عندك لي سوفت سكيلز، عندك لي هارد، عندك لي هارد سكيلز، عندك الموارد الموارد. انا بالنسبه لي راه مهم من هذا الموارد. النيتورك مهم جدا لانه مثلا انت غادي تجي تحط مثلا غادي يكون عندك مثلا بغيت توصل مثلا لواحد الهدف ياك، وانت كتشوف راسك انه خاصك النيتورك وانت ضعيف في النيتورك وانت ما عارفش بلا راك ضعيف في النيتورك فوقاش حتى كتوقف عليه كتعرفوا. دونك اللهم من الاول كتقول ودي انايا ها شنو عندي اكزاكتومون حيت هادشي كيقدر مثلا يتقيم مثلا بواحد السلم من 0 ل 10 ولا يتقيم نيشان او لا يتكتب مثلا. وكاين مثلا هادو فين كنقولوا مثلا الموارد المائيه وكذلك هنا الوقت مهم حتى هو مهم جدا. الوقت شحال عندي انايا مثلا في كنهضروا على التايم كاين جوج. كاين مثلا التايم اللي نقدر انا نخدم عليه باش نحقق الهدف ديالي اللي يعني نقدر لونغاجمون اللي نقدر نعطيه في هذا التايم هذا، اولا كذلك حتى التايم ديال الهدف ديال حيت شي مرات كتقول مثلا كيكون هدف متعلق يعني مثلا واحد الهدف عندك 3 سنين خصك تحقق ذاك الهدف في ديك 3 سنين يعني في عام في عامين في 6 شهور خاصك تحققه. دونك حتى هذا كنقصد به حتى هذا لابارتي هذه ديال التايم. دونك هنايا في التحليل الشخصي كما كان الكانفا اللي تخدم به خاصك تعرف انه كاين بزاف ديال الامور وكاين حوايج اخرين اللي نقدر نطرقوا لهم بار لا سويت. مي كتعرف مثلا لا ريزيليونس مثلا ديال الصبر وديال ديال 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 معليش طفات هذيك ولكن سي با غراف غادي نكملوا معليش نعيطوا على زيد ولكن سي با غراف ما عليناش. حتى هذه المرونه المهم كاميرا راه خدامين. دونك عندنا كما قلنا عندنا لي سوفت سكيلز عندنا لي هارد سكيلز. سي وي سي زيد تفضل ديك البوله اللورانيه اوكي. عندنا المرونه عندنا بزاف ديال لي سوفت سكيلز اللي خاصك وغادي نحاولوا ما امكن نطرقوا لهم راسهم نديروا لهم ماستر
شي ماستر كلاس ولا شي حاجه ديالهم لي سوفت سكيلز باش تخدم عليها. علاش؟ حيت فين كتقول هنايا، فين كتحط هنايا هاد الثالث، انه فين كتقول مثلا هاد التحليل الشخصي اللي قلنا انه اهم حاجه، حيت هو اللي كيعطيك فين راك دابا، شنو عندك دابا، شنو عندك اكطويلمون. واش عندك مثلا راك جامع مثلا 10 المليون باغ اكزومبل، واحد الهدف اللي غادي خصك مثلا استثمار فيه، مثلا بغيت دير حانوت خصك مينيموم ديال الاستثمار ديال 5 المليون، واش عندك او لا ما عندكش. دونك هذه مهمه جدا. قلنا السوفت سكيلز. الهارد سكيلز كذلك، انه كاينين شي حوايج اللي كيطلبوا باغ اكزومبل انك باش مثلا تقول غادي نطلع من الخدمه للخدمه، مثلا خصني نتعلم مثلا لا بروغراماسيون بشي لونغاج جديد، خاصك تمشي تتعلمه. حيت علاش؟ حيت ولكن كتعرف انه هنايا فهنايا كتعرف بلا ما راكش معلمه، ما بلا ما عندكش هذاك الهارد سكيلز، ما عندكش هذاك الدبلوم، دونك ضروري خصك توجدو باش هذاك الشيء فاش كيعاونك. دونك الا كنت دابا غادي دير اللي غادي دير هو دير واحد ليطا اكطويل ديال الشخص ديالك انت. كنهضرش فقط على الموظفين، كذلك الطلبه، كنتكلم كذلك على امراه جالسه في الدار، على رائد اعمال، باسكو هذا الشيء راه مهم بزاف. المرحله الرابعه وهو كيفاش انني انا غادي نخطط، غادي نحاول كما قلت ما نكونش تقني بزاف، انه غادي نحاول ما امكن اني نبريزونتي دي موديل دي ماتريس اللي تقدر انك تخدم بهم. وهاد لي ماتريس نحاولوا ما امكن انه، حيت عندنا بسيشيكمون انه اين فوا كتكون شي كنسمعوا شي ماتريس، مثلا لا ماتريس ديزنهاور مثلا، كنديروا تك 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 صافي كنقولوا واه راه صافي شي حاجه واعره. الوغ لا، راه خصك تفهم البرانسيپ لاش صالحه هذيك لا ماتريس، عاد باغ لا سويت انك غادي كان بالنسبه لي هاد لابارتي مهمه. نمشيو ان شاء الله للمرحله الرابعه، وهي اللي غادي نحدوا فيها النقطه اللي حنا بغينا نوصلوا لها، وكيفاش اننا غادي نبداو نقدوا هادشي. شكرا. دونك غادي نمشيو دابا للمرحله الرابعه او لا الجزء الرابع، واللي هو كيتكون من شقين. الشق الاول وهو المكمل ديال الجزء الثالث، ديال حنا نقولوا الجزء الثالث، وهو نشوف ليطا اكطويل، نشوف انا دابا اشنو كنسوا اكزاكتومون. هنايا هو فين بغيت نمشي، يعني الهدف ديالي، يعني هذا الهدف ديالي. داكشي علاش خليت انا ما بغيتش نمسح هنايا. هو هنا في الهدف ديالي انايا شنو بغيت اكزاكتومون. هذه ليطا اكطويل، وهذه ليطا ديزيري اللي بغيتها. داكور، في هذا ليطا ديزيري هو الهدف، هو الهدف انا اللي بغيته. دونك هذا الهدف انايا اللي بغيته ماذا يتطلب لتحقيقه؟ داكور، كاين بزاف د الحوايج، ولكن كاين حوايج مثلا هنايا الهارد سكيلز مثلا. عندي مثلا كما قلنا لا بروغراماسيون، ياك هنايا نيفو مثلا عندي 5، وهنا كيتطلب نيفو 8. دونك اوتوماتيكمون خاصني نعرف الا بغيت نوصل لهذا الهدف كيتطلب 8، واش عندي كيفاش نوصل ل 8، باش الا عندي باش نوصل ل 8 نسى هذا الهدف تو سامبلومون. كذلك بالنسبه للسوفت سكيلز. السوفت سكيلز مثلا خاصني اني غادي نمشي لواحد البوست دو ماناجمنت اللي غادي يتطلب مني واحد لانتيليجونس ايموسيونيل مثلا، حيت هنايا السوفت سكيلز اللي قسمنا كاين بزاف. مثلا عندي السوفت، مثلا عندي خاصني ذكاء عاطفي. علاش؟ حيت ندخل واحد البوست دو ماناجمنت وغادي نجيري فيه الناس، وغادي نجيري فيه كليان غضبان، دونك بزاف ديال الامور خاصني. دونك انايا عندي مثلا هنايا عندي مثلا من سلم من 1 حتى 10 عندي مثلا 4، وهنا كيتطلب سيدي واحد 8. دونك خصني نعرف اني خصني نخدم على راسي باش نوصل لهاد 8 هذا تو سامبلومون. عندنا الهارد سكيل، عندنا كذلك النيتورك، وكذلك الموارد. كاين عاوتاني على حسب عاوتاني الاهميه، حيت شي مره فين كنحط انايا هذا الشيء، راه شي مره واخا مثلا غادي خص مثلا واحد الهارد سكيل 8، ولكن في سلم الاولويات، حيت هذه الشيء علاش مهم تعرف الاولويات ديال الاهداف ديالك. في سلم الاولويات هذا هارد، دونك واخا ما نحققوش ماشي مشكل، نقدر نمشي للهدف ديالي، واخا ما قادرش اني نحقق هاد لابارتي هذه، نقدر نمشي بواحد الاعاقه صغيره. اوكي، دونك هذه مهمه بزاف، هو اني خصني نعرف انايا فين غادي نمشي،
حيت فين كنقولوا فين غادي نمشي راه هادشي لا الهدف التشغيلي لا الهدف التكتيكي لا الهدف الاستراتيجي، حيت حاجه الهدف التشغيلي كيعاون باش نوصلوا للهدف الاستراتيجي. داكور دونك قلنا ديما تكلمنا على المرحله، قلنا هذه المرحله الرابعه اللي كاين فيها جوج الحوايج، هو اني نحدد فين ماشي وكذلك نبدا التخطيط ديالي. نبدا التخطيط كما قلت، هذا التخطيط هو انه كيفاش. دونك هنايا في كيفاش تختلف المدارس. ليسونسيال انك فهمتي تقدر. انا بالنسبه ليا شنو كندير، حاجه بسيطه، هو كنشد لي زاكسيون اللي عندي. داكور لي زاكسيون اللي خصهم يكونوا الهدف لوبجيكتيف، اولا نقدر نسبق لوبجيكتيف على الهدف. ليسونسيال انا عندي لوبجيكتيف، حيت كاين شي مره اوبجيكتيف، كاين اوبجيكتيف استراتيجيك وكاين عاد لوبجيكتيف العادي وعاد كاين لي زاكسيون. داكور دونك مثلا انا نفترض انه مثلا اجي نمشيو هنايا، نمشيو حاجه عمليه. مثلا هنايا لوبجيكتيف استراتيجيك، هنايا عندنا لي زوبجيكتيف مثلا، وهنايا عندنا لي زاكسيون. مثلا انا قلت هنا لوبجيكتيف استراتيجيك اني غادي بحال اللي كنت داير انايا، دونك طويله المدى، اني مثلا غادي نمشي لرياده الاعمال. نقدر المهم باسي شنو نقولوا، المهم انتربرونيا. داكور الوغ باش نمشي انا لونتربرونيا، هذا هو لوبجيكتيف استراتيجيك ديالي. راه يقدر يمشي عام، يقدر يمشي عامين القليله. اوكي هنايا لي زوبجيكتيف اللي عندي عاديين، هو انه غادي نمشي غادي نقول دابا باش هنايا شنو خاصنا سيدي. واحد اول حاجه فينانس. داكور خاصني واحد سكيلز. داكور يعني مثلا الفينانس هنايا كما قلنا خاصنا، حيت راه هذا اوبجيكتيف. خصني مثلا باش نبدا انا لونتربرونيا خصني نكون جامع مثلا واحد مثلا نقول واحد 50,000 درهم مثلا، ولا اللي غادي يبدا الاي كوميرس ولا اللي يبدا شي حاجه بسيطه. دونك عندنا هنايا كذلك اني سكيلز غادي نحط لي زوبجيكتيف. عاد هنايا لي زاكسيون علاش لي زاكسيون باش نحقق هاد لي زوبجيكتيف. مثلا انايا كان خاصني سكيلز ديال الماركتينغ، خصني نطورو بالجهد. داكور سي فري راه تا هو نقدروا ندخلوا في لوبجيكتيف استراتيجيك، مي داخل في لوبجيكتيف استراتيجيك الكبير هو اني باش نمشي انايا لونتربرونيا سكيلز ديال الماركتينغ مزيان. دونك لي زاكسيون اللي خاصني ندير راه كاين بليزيور زاكسيون اللي خصني نتعلم، خصني نشوف لي بودكاست، خصني نقرا هاد الكتب كاملين اللي ورايا. الاغلبيه نتوشي فيهم، خاصه هاد بلا ما ندور مثلا الماناجمنت ماركتينغ طرقتهم ماشي الاول والزوج. وكذلك والكتاب كاين كتاب موراي جو بونس ماناجمنت، كاين عاوتاني ديال الماناجمنت حتى هو. علاش كلشي هادو دي زوبجيكتيف اني حيت كيما قلت كاين اوبجيكتيف وسط. مثلا عندي لوبجيكتيف مثلا برينسيبال نطور مهاراتي في الماناجمنت. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نقرا الماناجمنت، وخصني نبراتيك الماناجمنت، وخصني نتفرج الماناجمنت. اوكي وخصني نلاحظ عاوتاني في الماناجمنت. دونك عاوتاني اشنو هما لي زاكسيون، حيت كل حاجه وكيفاش. دونك كيما قلت انايا لي زاكسيون نحط انايا لي زوبجيكتيف، نحط انايا لي زاكسيون ديالي، اوتوماتيكمون كنشوف اللي باش نبقى اني ديما ماشي معاهم. سينو كاين بزاف ديال لي ماتريس اللي تقدر انك تتبع بهم التخطيط ديالك. عندنا كما قلنا كاينه عندنا السووت مثلا باش انك تخدم، باش تعرف انك كيفاش تخدم على لي فيبليس ونقاط القوه ديالك، وتعرف كيفاش لي زوبورتونيتي اللي عندك في الانتوراج ديالك كيفاش انك غادي تزيدهم. كاين عاوتاني الماتريس ديال ايزنهاور. المهم داك المهم والعاجل، داك اللي هكذا مربع بحال هكذا، هي مهم غير مهم، عاجل غير عاجل. شنو هي الحاجه اللي تبدا بها، شنو الحاجه اللي تكملها. كذلك عندنا عاوتاني واحد عندنا ستارت، وهذه مهمه مثلا في الاولى ديال العام. عندنا مثلا عندنا ستارت وتقلبوا عليهم. عندنا ستارت
ستارت ستوب كونتينيو. صافي كتشوف شنو هما الاهداف وشنو هما لي زاكسيون اللي راك كديرهم، شنو هي بعدا، شنو هي الحاجه اللي خصك تبداها وشنو هي الحاجه اللي خصك تستوبيها وشنو هي الحاجه اللي غادي تكمل فيها. صافي تو سامبلومون. علاش؟ حيت هادشي كيدخلك واحد ليطا دو كونسيونس باش انك كيخليك ديما انك ماشي سينو. كاين خلاص، كاين لي بلون داكسيون، كاين اللي عنده كاين اللي يكون عنده ان بلون، كاين اللي كيدير ايفيكتيفمون كيدير ان بلون داكسيون ديريكتومون لذاك الهدف اللي بغى يديرو بلي زاكسيون ديالو، امتى غادي يبداها وكيف فيك شكون اللي غادي يدير هذا. بون هذه في لابارتي في لابارتي بيزنس. مي كاين اللي كيدير بلون داكسيون، اللي يدير بلون داكسيون داكشي اللي راه باغي في حياته. كاين عاوتاني دوك كاين تو دو ليست. هي تو دو ليست بارمي الحوايج ديال لي زوبجيكتيف ديال الاهداف التشغيليه اللي حتى هو راه داخله في التخطيط، واللي هي داخله في التايم بلوكينغ. اني كل حاجه خاصني ندير لها الوقت، حتى هذه غير دير تايم بلوكينغ. هذا تو دو ليست راها معروفه. كذلك عندنا عاوتاني البلانينغ بار سيناريو. بلانينغ بار سيناريو. داكور. كاين حوايج اخرين ديال لا بلانيفيكاسيون. مي انايا بيرسونيلمون خدمته في لابارتي بيزنس، دونك لابارتي بيرسونيل كنمشي نقولهم لكم ونصدق خاطئ. ولكن دو توت فاسون فين كنهضروا على التخطيط الاستراتيجي الشخصي، راه نورمالمون كما قلت لكم انه الحاجه اللي كنطبقوها على البيزنس راه كنقدروا نطبقوها ديريكتومون على الشخص. دونك هذه كان المحور ديالنا الرابع. دابا غادي ندوزو المحور الاخير الخامس، وانا متاكد انه اي حاجه كنا قادرين نعطيو فيها الوقت ديالها انه نمشيو فيها اعمق، ولكن كنحاول ما ندخلش باش نحاول ما امكن اني انا الهدف ديالي هو انك تبدا 2026 عارف حاجه بسيطه، هو انك تكون واعي انه التخطيط مهم باش توصل للهدف ديالك. والا ما عرفتيش التخطيط، الا ما تعطيش الاهداف ديالك ما غاديش تعرف اصلا فين راك، ما عندك ما دير بالتخطيط. دونك خاصك تعرف شنو بغيت دير الاهداف ديالك وتكون الاهداف الاستراتيجيه ديالك، تعرف الرساله، تعرف شنو هي الرؤيه ديالك. هادشي كامل خصك تكون واعي به باش انك تقدر تخدم هاد لي زوتي. سينو كما قلت تبدا لا بلانيفيكاسيون دابا نديرو لوبجيكتيف شهر 3 النعاس عاوتاني السنه راس العام. دونك نمشيو دابا للخامس، واللي ما غاديش نتعطلوا فيه بزاف، وهو الخامس، وهي المتابعه. وانك تو سامبلومون تكون تابع، حيت نورمالمون دابا نورمالمون حتى ان فوا راه كما قلنا كيكونوا الاهداف الاستراتيجيه والاهداف ما كنبغيش نعطيكم هاد الاسماء هادو بالضبط باش ما تدوخوش. مي الاهداف في هذه دير التخطيط راه عنده نورمالمون دي زاكسيون. دابا هاد لي زاكسيون هادو نتايا اللي غادي ديرهم خاصهم متابعه تو سامبلومون. خاصك تتبع هاد لي زاكسيون اللي كدير. كذلك المتابعه هنا فين كنهضر عليها هي القياس. كاين عاوتاني واحد او كيو ار. هاد او كيو ار اوبجيكتيف، سمحوا لي الا غلطت ولكن قلب اوبجيكتيف ريزولت بعدا ريزولت. هذا المهم ما عليناش. كدير لوبجيكتيف، كتحط لوبجيكتيف، كتحط وحدات القياس ديالك. كدير تحط الاو كيو ار 1 او كيو ار 2 او كيو ار 3 وكتشوف راسك فين راك ماشي. كتقول هذه مثلا المرحله الاولى، المرحله الثانيه، هذه المرحله الثانيه مثلا من باش اني نوصل للهدف ديالي. ولكن شوف خصك تعرف واحد القاعده: هدف غير قابل للقياس غير قابل للاداره. ما تقدرش دير، ما تقدرش تخدم فيه. دونك هذه القضيه ديال انك باش تتابع، حيت علاش مثلا اني انا نحاول نحط انايا واحد الورقه ياك، وكما قلت شوف كاينين عطا الله لي دي كانفا باش تتبع لي زاكسيون ديالك، باش تتبع الاهداف ديالك، غير ديرهم سيغ انترنيت موجودين تبارك الله. دونك وكذلك باش تقيسهم، كما قلت انك باش تقيس باش تعرف
انك نتايا فين ماشي اكطويل، واش راك افونسي واش ما راكش افونسي. ومثلا تصور مثلا مثلا انك مثلا تدخل مثلا التجاره الالكترونيه مثلا في لافريك، ومثلا خصك دير تخدم الادفيرتايزينغ، وانت عارف انك باش تعرف انك راك تحت الادفيرتايزينغ خصك تعرف مثلا تجيب الكوست في الكوت ديفوار، تجيب مثلا البوبليسيتي، تجيب كل كليان يتقام لك بدولار مثلا، وانت كتجيبو ب $10. راه عندك مشكله، حيت علاش؟ حيت راه عندك القياس، راه عندك القياس من الاول. كذلك تقدر مثلا تقول مثلا فاش تتعلم التجاره الالكترونيه مثلا تقول مثلا انا الا بغيت نبدا براند مثلا ها كيفاش ها الادفيرتايزينغ كيفاش غادي يخدم، وها وحدات القياس ديالي، ها كيفاش غادي نقيس. كاين واحد القياس ديالي الاغلبيه كتكون تقنيه. علاش؟ غير باش تعرف راسك واش راك ماشي في الطريق المزيان او لا، انك تحبس وتعاود تشوف عاوتاني وتعاود تعدل. شكون اللي عقدك سميتها بلان انت سميتها ديال دايمينغ بلان. المهم بلاني ودير بلان. المهم هنايا الفعل، وهنايا هنا التحليل، وهنايا لا موديفيكاسيون ديال لاغو ديال دايمينغ راه معروفه، ديال غير دايمينغ راه ديال التشيك تودو ماشي تودو. شوف لا بي دي سي هادشي قرينا شحال هادي. اوكي دونك دونك البي دي سي حتى هي مهمه انك باش تكون متابع نتايا هاد الاخر، حيت فين كدير نتايا كتخدم هاد التخطيط وكتحط هاد لي زاكسيون خاصك تقيسهم وخاصك تشوف علاش. حيت مثلا نتايا تقول غادي نمشيو في هاد الطريق هادي، ولكن فين وصلتي بديتي كتقيس لقيت راسك بلا ماشي هو هذاك، اجي نجربوا هاد السيناريو هذا. وما نطولش عليكم، كنشكر زيد اللي صراحه انا كنت غادي ندير لايف انستغرام، هو عبد الله قالوا له ودي لا دير فيديو، قال لي انا نبقى معاك ولا تدير الفيديو ديالك، قال لك حسن باش الناس انهم يفهموا احسن ويبقى مسجل حتى الناس اللي ما يحضروش اللايف يكونوا حاضرين في هاد يكونوا يشوفوا الفيديو يكون مسجل ويدار في يوتيوب. دونك شكرا زيد. دونك شكرا لكم نتوما اللي تابعتوا حتى لدابا. حاولوا كما قلت، حاولوا ما امكن انك فين هاد الشيء تبدا 2026 بداها بشكل صحيح، بداها بتخطيط محكم لاي حاجه. وخصك تعرف انه هذا الفيديو هذا الا تابعته حتى لحد الان انت راك من الناس ماشي الممتازين، من المتميزين اللي حاول ما امكن انك تزيد تفرج لي فيديو اكثر على هذا الشيء باش تحاول ما امكن انك صافي تخليها في لانكونسيون ديالك. راه ما صحابكش انك كل مره خصك تقد هذه ودير هذه، سيرتو في لابارتي بيرسونيل صافي كتولي انكونسيون. شوف اوتوماتيكمون النجاح باذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.